أيها الناس، يا أهل القاهرة، بوابة الأمة وقلبها، علمتم أن الشام قد سقطت في يد المغول. سقطت الشام، فدعوناكم للاحتشاد في الساحات كي تستمعوا إلى سيف الدين قطز السلطان المظفر، فهو يريد أن يحدثكم بهذا الشأن. بسم الله الرحمن الرحيم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. يا أهل القاهرة، حين بايعتموني على السلطنة وطلبتم من نور الدين علي بن أيبك أن يخلع نفسه، كان ذلك لأن جيش هولاكو اقترب منا، أصبحوا على أبواب بلادنا، وإنما دفعكم إلى مبايعتي هو عهدي لكم بحماية الأرض والعرض، بحماية البلاد والعباد، بحماية أمتنا وديننا وكرامتنا. ولكن مهما امتلكت من قوة وحكمة فلن أستطيع أن أردهم وحدي. إنني بحاجة إليكم، بحاجة إلى أذرع الرجال تحمل سيوفا ورماحا وسهاما، بحاجة إلى أذرع النساء ترتفع لنا بالدعاء. وما هذا إلا امتحان من الله سبحانه وتعالى، فإما النصر وإما الشهادة. الله أكبر.